وقف جوان كالنمر الذي يتهيأ للانقضاض على غزال يمشي بين الشجر، ولكن تبا لهذه الركبة، لماذا ترتجف كقلبي؟ تقدم نحوها وهو يحس ثقلا بلسانه، عليه أن يتماسك وإلا ستضيع الفرصة منه، وقد اقترب الفصل الأول من نهايته. كان جوان بين كلية العلوم ذا المبنى الجديد كحبه لهيلين، وكلية الحقوق ذات المبنى القديم كحبه العتيق، وكلما اقتربت تلك الرقيقة الرفيعة كشجرة الحور ارتجف قلبه كعصفور تحت المطر في شهر كانون. لم يجرب هذا الإحساس منذ سنين، حين كان يشعر بشروق الشمس عندما تقبل حبيبته نحوه. حينئذ لم يكن يرى غيرها، حتى لو كان محاطا بجيش من الأشخاص. كم هو جميل ذلك الإحساس عندما يملأ شخص عالمك. ولكن هل تملأ هيلين ذاك الفراغ البركاني الذي لم يملأه أحد حتى الآن، ولم يكن يتوقع أو يفكر بملئه؟ كم هي طويلة تلك المسافة التي تفصل بين هيلين وجوان. صحيح أنها خطوات، لكنها ها هي ذي تقبل. طالبتان توقفانها، ربما تحتاجان شرح محاضرة كجوان، ولكن بالنسبة له هي حجة وكذبة جميلة. تترك الطالبتين تمشي بخطى مسرعة، فموعد الامتحان اقتربت منه، لكنه لم ينطق بكلمة، وهذا ما لم يحدث. ومرت مثل سحابة بيضاء أمامه، وهو يطاردها بعينيه الحزينتين المدهوشتين من رقتها. تمتم جوان كله من الطالبتان. لو لم توقفاها لتكلمت معها، فيرد على نفسه: لماذا الكذب؟ فلساني تلعثم، ولم أستطع حتى أن أقول لها مرحبا. دخلت هيلين القاعة وقلب جوان خرج من صدره، هكذا شعر، وعاد ليجلس على كرسيه كجندي خارج من المعركة خاسرا. لن أتحرك اليوم من هنا حتى أكلمها، هكذا قال في نفسه. فإصراره غريب، لأنه يعلم بأن الليلة لن يمضي اليوم إن لم يكلمها. ولكن كيف ستمضي هاتان الساعتان حتى تخرج؟ يتضرع إلى ربه أن تكون الأسئلة سهلة، ليخرج الطلاب مبكرين ويلتقي بحبيبته. ولكن كيف هي حبيبتي ولم أكلمها ولا أعرف طباعها؟ أمعقول أن أحبها بهذه السرعة؟ وإن كنت أحبها، فهل من الممكن أن تبادلني؟ وقد قال سامي وكأن الشباب لا يعنون لها شيئا. وأنا أيضا عاهدت نفسي ألا أحب مرتين، ولكن إن جاء الحب لا يعترف بعهد ولا وعد. كل هذه الأسئلة تراود جوان وهو على كرسي الانتظار. يمر الطلاب أمامه، بعضهم يسلم عليه، هو لا يرد، يستغربون منه تصرفه، ينزعجون، هم لا يعرفون أنه لا يسمعهم، فتفكيره معلق لحين خروج هيلين والتحدث إليها. هي جوان، ما بك الشيار؟ أتريد شيئا؟ أنت ما بك؟ سلمت عليك ولم ترد. قم لنتمشى قليلا على جسر الرئيس، فنرى السيارات تمر من تحتنا كأنها الأسماك، ونرى نهر بلدة الذي قلت مياهه كثيرا، لكنه يبقى جميلا كما دمشق. حظنا جميل لأننا ندرس في دمشق، جوان، وحظي جميل لأن هيلين تدرس فيها. شيار، وهل تنتظرها؟ جوان: نعم. شيار: لأجل ذلك وضعت العطر
لم أرى قبلا تتعطر أنت، إذا دعنا نتمشى على الجسر ريثما تخرج. جوان: لن أتحرك من مكاني حتى تخرج هيلين. شيار: يبدو أنها أثرت فيك كثيرا وأنت لم تكلمها بعد، أخاف أن تجن بعد حديثك معها، إذا ابقى حتى يخرج الغزال من بين الأدغال وأنا ذاهب لمشواري. استمر جوان بتفكيره الذي قطعه شيار قبل قليل، وعيونه على الباب. ها هي تخرج. وقف بسرعة وكأن أفعى لدغته. يا إلهي، ليست هي. فتاة أخرى تخيلها هيلين، هي لهفته، فالانتظار طال والانتظار يرهق. جلس ثانية وما هي إلا دقائق حتى خرجت من سلبت كيانه من دون أن تنطق بكلمة. هي اليوم أجمل وأرقى وهي تقبل نحوه، فقد اختار المكان جيدا ويعلم بأنها ستأتي من هنا. تقبل وورود الجامعة تتراقص لمشيتها. يلمع شعرها الأشقر كشعاع الشمس حين شروقها فجرا يوم العيد، والناس على قبور موتاهم، والصغار يجمعون السكاكر وينتظرون ذاك الشعاع كي يبدأوا جولتهم على بيوت القرية. جبينها شامخ كجبل جودي القريب من مدينتها. عيناها عاريتان اليوم فلا نظارات تحجبها، رشيقة وطولها يأخذ الألباب. تلبس كنزة خمرية وبنطالا بلون البحر، وهي كالبحر ستبتلع جوان الذي تحول إلى قشة خفيفة تستطيع الريح قذفه بعيدا، فكيف بموج هائج. تقدم نحوها وعلى لسانه آلاف الكلمات. توقف أمامها كمن يقف أمام حديقة منزله يتلقى نسيم الصباح فينشرح صدره. توقفت هي أيضا مستغربة حاله، فقد لاحظت توتره واصفرار وجهه كأنه ناج من حريق. جوان: مرحبا. هيلين: أهلا. جوان: أنا طالب حقوق سنة أولى من الدرباسية. هيلين: أهلا وسهلا بك، وأنا هيلين طالبة دراسات من ديريك. جوان: جميل، نحن قريبون من بعضنا. كنت أريد أن أقول إنني بحاجة لأن تشرحي لي محاضرة في قانون العقوبات كوني غير مداوم، وتلزمني هذه المحاضرة جدا. هيلين: على الرحب والسعة، ولكنني اليوم مشغولة، غدا إن أردت أشرح لك المحاضرة. جوان: تمام، غدا لدي مادة وبعد الانتهاء منها ليس لدي شيء. أين أراك؟ هيلين: في مكتبة الكلية، أستأذن منك. جوان: أهلا وسهلا. كان لدى جوان رغبة جامحة أن يقول لها: يا سيدة الكلمات، أنا في انتظارك، ولكنه مجبر أن يكتم ما في قلبه لأنه لم يتكلم معها إلا توا. ولكن يا الله على كلماتها، آه من كلماتها، كينبوع عذب يتدفق من سفح جبل أخضر. لم يذهب لغرفته بل مشى، والشوارع تسيره. لشوارع دمشق عبق خاص، أزهار الياسمين تتدلى على الجدران فيقطفها ويشمها بنهم وجوع السنين. الجوع للحب، وله مع الياسمين ذكريات مؤلمة. ففي العام 1996 للميلاد، عندما كان والده يحاكم في دمشق مع رفاقه أمام محكمة أمن الدولة، كان جوان طالبا في الثانوية العامة، وفي طريقه إلى المحكمة
كان يجمع أزهار الياسمين الدمشقي ليرميها على والده ورفاقه. هذه الأزهار تشبه حبيبته. إن تم الإفراج عنهم كان يقف أمام المحكمة مع أهالي المعتقلين. هؤلاء المعتقلون الذين كان ينزلون من سيارة الزيل العسكرية مكبلين ببعضهم البعض بسلاسل حديدية، يحيط بهم أناس لا يعرفون الرحمة. لماذا تقيدونهم أيها الظالمون؟ إنهم أصلا اختاروا هذا الطريق بإرادتهم، وهم يدافعون عن قضية، والمدافع عن القضية لا يفكر بالهرب، بل يدافع عنها في سجنه وأثناء محاكمته. يصعدون المبنى، لا أحد يتبعهم من الأهالي، ممنوع على أحد أن يحضر جلسات المحاكمة. جلسة صورية سريعة كان والده بعدها يخرج ورفاقه كما دخلوا مكبلين، لكنهم أحرار وبإرادتهم يلوحون بأيديهم للجميع قبل أن يركبوا الزيلة باتجاه سجن عدرا في الريف الدمشقي. حينها كان الياسمين يبكي في يد جوان ويذبل، يغادر، يرمي الياسمين على الرصيف. فللياسمين اليوم قصة أخرى، لا بكاء ولا غصة، بل فرح عميق يجتاح الياسمين وحامله، فلا يترك وردة أو شجرة في طريقه إلا ويلمسها، ربما ليزيد سعادته، وربما ليخفف هيجان قلبه ودقاته. وغدا سيجلس مع سيدة الكلمات وسينال من أجل لقاء آخر وآخر كالثدي جاف في سنة سماؤها كثدي جاف. ولكن هذه المرة لن يكرر عناده السابق الذي بسببه خسر أول ياسمينة عشق في حياته، فالعناد في الحب يكسر الأضلاع. وصل غرفته ليرى شيار متوترا، يبدو أنه قلق من غضبه، يعرفه عصبي المزاج، فأراد امتصاص غضبه كي لا يفوت على نفسه فرح يومه، وبادره بالكلام: جوان، قبل السلام أعتذر وأقبل جبينك صديقي، فقد كنت برفقة الياسمين على أرصفة دمشق، وأنت تعشق دمشق، فلا تلمني، لأن المحب ينسى الزمن برفقة الحبيب. كلام جوان خفف من غضب شيار الذي عرف بأنه التقى بهيلين. شيار: وهل حددت موعدا معها؟ جوان: غدا.